عسلامتكم الناس الكل. الفيديو متاع اليوم ان شاء الله باش تشوفوا معايا وصفتين اللي هما المخارق وزلابيا. حاولت نحطهم لكم في فيديو واحد باش اللي يفركس يلقاهم مع بعضهم، وراهم وصفتين هذوما وصفة المحلات بالحق، من غير كيما المخارق كيما تشوفوها هشوشة هشوشة على الاخر وبنينة، ومن غير خميرة الخبز تقعد تخمر بالنهارين وبالثلاثة كيما وصفة المحلات. وزلابيا كيف كيف وصفة المحلات. ان شاء الله تعجبكم الطريقة. راني حاولت نقص في الفيديو قد ما نجم باش ما يجيش طويل برشا، اما الله غالب جاي طويل شوية. الوصفة راهي سهلة ما فيها حتى شيء. باش نبدأ بالمخارق قبل كل شيء، باش نبدأ بالمخارق ومن بعد زلابيا. لهنا خذيت كاس سميد ارطب كما شفتوا، كاس سميد نتوما تاخذوا الكاس اللي تحبوا عليه. خذيت نص كاس فرينة، كاس سميد يوزن 130 غرام، ونص كاس الفرينة يوزن 65 غرام. نص كاس اسمن وماء بارد، ماهوش لا دافي لا سخون لا حتى شيء، ماء عادي. حطيت السميد والفرينة وخلطتهم. لهنا ما حطيتش الملح كما تشوفوا، من بعد في المرحلة الثانية باش نحط الملح. بالنسبة للمخارقة تتخدم على زوج مراحل. لهنا نبسس السميد والفرينة مع السمن. انا حطيت السمن العربي، نبسسهم بالكدا بالكدا حتى لين يدخل السمن فك السميد والفرينة، ومن بعد باش نخلطهم بالماء. بالنسبه للمخارق متاع باجة راهم يخلوها تخمر وحدها، ما يحطوش خميره. عندي فيديو اخر متاع مخارق بالخميره، يعني مخارق الجنوب. ان شاء الله نحطها لكم في صندوق الوصف. اكلي تخمر في ساعه في ساعه، يعني نحطوا لها الخميره. كما شفتوا لهنا حطيت لها ماء. الماء راهو من السباله عادي، لا هو بارد لا هو سخون، عادي. حطيت لها ماء هكايا جست نبلها هكايا بالماء، نعملوها جاريه شويه ما نعملوهاش عاقده وكهو، ونغطيها وباش نخليها تخمر بين نهارين و4 ايام، كل واحد حسب الطقس اللي عنده. كان انت دارك سخونه راهي تخمر في نهارين، كان دار بارده راهي تخمر توصل حتى ل4 ايام. يعني كي تشوفوها خمرت انتوما ابدو اخدموا فيها. لهنا شفتوا القوام اللي عملته كيما هكا. توا باش نغطيها وباش نخليها تخمر. بالنسبه لي انا خليتها تخمر 3 ليلات، يعني خدمتها كيما نقولوا مع ال11 هكاك متاع الصباح، بيتها 3 ليلات حتى لين خمرت. لهنا رجعت لها من بعد 3 ليلات، شوفوها راهي خمرت، شوفوها من داخل كيفاش خامره، خمرت وحدها من غير حتى شيء. جيست غطيتها وحطيتها في بلاصه دافيه. توا باش نزيدها نفس المكونات، نص كيلو فرينة اللي هي 65 غرام فرينة، 130 غرام سميد أرطب، هاوكا سميد أرطب كاس سميد 130 غرام. باش نحط الملح كما شفتوا، الملح راني حطيتها في المرحلة الثانية. السمن مش الزبدة، السمن يعني تنجموا الزبدة تغلوها وتنحولها الكشكوشة متاعها وتخلوها تغلي تولي سمن. زدت السمن، زدت أقل من نص الكاس سمن في المرحلة الثانية. تنجموا تعملوا نص كاس سمن، راهو قد ما تزيدوها سمن قد ما باش تجيكم هشوشة وخفيفة. توا باش نعجنها بالماء الدافي. في المرحلة الثانية نعجنوها بالماء الدافي. كما شفتوا في المرحلة الأولى عملت ماء عادي من السبالة، المرحلة الثانية باش نعجنها بالماء الدافي. حطيت بحذايا الماء هكايا. بالنسبة للمرة الأولى أنا العجينة كي لميتها فك العجينة الأولى اللي يعني اللي خامرة، ونبدا هكا نعجن فيها حتى لين العجينه تتماسك وتولي عجينه رطبه وطريه بالباهي. تو تشوفوها كيفاش تولي العجينه وتولي تتجبد. راهي المخارق تحب العجناء، مش صحيح كي يقولوا المخارق ما تحبش العجناء، المخارق تحب العجناء. ومن بعد ما عجنتها لهنا حطيت لها مغرفه هكا متاع سمن من الاخر ونكمل نعجنها. كيما تشوفوا عجنتها بالكدا حتى كش ولات تترشق. شوفوها كيفاش تتجبد معايا طريه، تتبسس ريحتها بنينه على الاخر. توا باش نلمها نحطها يعني في الشقاله. استغفر الله. توا باش نحط لها الكربوناتو. الكربوناتو حاجه مهمه في المخارق باش تجي فيها تقرميشه من برا وهشوشه. لهنا خديت 2 غرامات كربوناتو على الكميه اللي حطيتها، يعني 130 غرام و130 260 غرام سميد ارطب و130 غرام فرينة. حطيت لهم 2 غرامات متاع كربونات وبيكربونات. هكا بعد ما حطيت كربونات ودخلتها في العجينة وكهو 2 غرامات كربونات على 260 غرام فرينة و130 غرام 260 غرام سميد و130 غرام فرينة. هذا الكربونات اللي استعملته. تو نكتب لكم المكونات متاع المخارق في صندوق الوصف، ونخليكم الفيديوهات متاع المخارق متاع العام اللي فات والمخارق متاع سناء والمخارق اللي بالخميره، نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف.
توا باش نخليها تخمر هكاك 3 سوايع ولا 4 سوايع، قد ما تخليها تخمر باهي. شوفوها عاودت خمرت، يعني رتحتها. توا باش نبدا نقلي فيها، وراهي العجينه طاوع على الاخر. شوفوا كي باش نجرب لكم توا، باش نعمل لكم المخارق الطويله هذيك الصوابع، وباش نوريكم كيفاش نعملوا المخارق المدوره. كيما هكا نجبدوها ونقلو ديريكت. راهو من خاطر انا لهنا حطيت الزيت يسخن، المخارق راهي ما تقعدش تخمر مره اخرى باش تحطوها تتقلى. كيما تشوفوا عند الفطايري ديريكت من العجينه يرمي ديريكت في الزيت ويقلاها. وهكاكا نعملوا المخارق المدوره. لهنا هاك حطيت طرف عجينه. كي نحطوا طرف عجينه وتكشكش هكا وتطلع الفوق، معناتها راهو الزيت سخن. وحطيت زاد الشحور بحذايا باش ديريكت نشحرها. بالنسبه للشحور راني سبق وهبطته عنده نهارين ولا 3. توا نخليلكم زاد الرابط في صندوق الوصف. كيما تشوفوا لهنا نحط كعبة المخارق تسخن هكا شوي تطلع. يلزم كيبدا زيت سخون، شفتها كيفاش تكشكش هكا شويه وتطلع، باش تفهموا اللي الزيت سخون. كي تطلع كعبة المخارق نقلبها ديريكت، ونقعد نقلب فيها برشا مرات حتى شنين تطيب وتاخذ لون مزيان من الشرتين. تردوا بالكم اذا كان تقلوها من شيره واحده ومن بعد تقلبوا من الشيره الثانيه باش تجيكم من داخل نيه، وباش تجيكم كل بامبالوني راي ما تجيكمش ناجحه. يلزم على نار هاديه، الزيت يكون سخون. وقت اللي يسخن الزيت نقص في الغاز على نار هاديه. نبدا نقلي فيها ونقلب في نفس الوقت. نقلبها برشا مرات حتى لين تاخذ اللون المزيان. كي تمسوها هكا بالفرشات والا بالمغرفه تحسوها ولات فيها تقرميشه هكا، يعني يبست من برا، وهكا تعمل كل هكا تتنفج هكايا. راهي ناجحه. كيما شفتوني راني نقلب فيها برشا مرات، راهي في القليان تشد ليدي. نقلبها برشا مرات باش تجي طايبه مليح مليح. راهو اذا كان تحطوها على زيت سخون برشا باش التحمار مش شرتين وتقعد نية من داخل. كيما شفتوا طريقه القليان راهو السر في المخارق زاده. بالنسبه لي انا نقولكم 50-60% طريقه القليان متاعو باش تجيكم ناجحه. وكما قلت لكم حطيت الشحور بحذايا. الشحور راني سبق وكما قلت لكم هبطت الفيديو في القناه. تو نحط لكم الرابط في صندوق الوصف كان تحبوا تشوفوا طريقه الشحور متاع المخارق وزلابيا. الشحور اللي يكون احمر يعني مش الشحور الابيض. لهنا عندي الكعبه هذه طابت ديريكت باش نحطها في الشحور وباش نخليها تتشحر حكايه هكاك دقايقتين. تفهموها راكي تتشحر ديجا ترزن الكعبه وتولي تلمع. ومن بعد ما نشحرهم نحطهم في كسكاس ونخليهم يستقطروا، خاطر هي باش تاخذ الشحور اللي حاجتها بيه، والباقي يهبط في الصحن اللي تحت الكسكاس. يعني تحطوا كسكاس تحطوا تحته صحن، والكعبه اللي تشحرها مليح تحطها في الكسكاس. كيما شفتوا لهنا قاعده نشحر فيهم. وكيما شفتوا زاد طريقه القليان متاعهم راهو على نار هاديه. هذا يا المخارق حاضره. توا باش نتعداو للزلابيه. الزلابية ما فماش ما اسهل منها. لهنا باش نعمل كمية صغيرة، 2 كيسان فرينة، كاس ماء، بعد باش نزيد الماء وشوية خميرة الخبز. نحط 2 كيسان فرينة. نجموا مثلا تعملوا كاس فرينة كبير. الكاس تاع الفرينة هذوكا كما قلت لكم يرفع 130 جرام، يعني 260 جرام فرينة. عليهم نص مغرفة خميرة الخبز، مغرفة القهوة. شفتوها راهي مغرفة متاع قهوة مش مليانة، زادة نص مغرفة. نخلطهم ونبدا نلم فيهم بالماء. الماء راهو من السبالة، ماهوش بارد وماهوش سخون، خاطر باش نبيتوها زادة ليلتين والا 3. كما قلت لكم بين ليلتين و3 ايام حسب الطقس اللي عندكم. راهو ما نعرفش بالضبط قداش. بالنسبه لي انا بيتها 3 ليلات باش تجي فيها طعمة زلابية، تجي فيها كالقروصة متاع الزلابية البنينة، وتجيكم تتقرمش وتقعد حتى جمعة وجمعتين وهي تتقرمش. كتعرفوا كيفاش تستحفظوا بها. كما شفتوا لهنا حطيت كاس الكل متاع الماء باش نزيد شوية اخرين. علاش؟ على خاطر الماء الكاس هذاك ما زازاش، خاطر كل واحد حسب الفارينة اللي عنده. المهم تتحصلوا على قوام كما تشوفوه توا. الماء راهو بالعين، راهو ماهوش بالضبط بالميزان، خاطر فما فارينة تشرب وفما فارينة ما تشربش. لازم تتحصلوا على قوام كيما هكا يكون اخثر من الكريب، مش كيما الكريب، خاطر هي كي باش تقعد تخمر راهي باش تتسيب يعني تتطلق. شفتوها كيفاش هكا تتقطع وكل. نتحصلوا يلزم على قوام كيما هكا. توا باش نغطيها ونخليها تخمر في بلاصه دافيه، ونطل عليها كي نلقاها خمرت بعد ليلتين ولا 3 ولا 4، خاطر كل واحد حسب الدار نتاعو. لقيتها خمرت، يعني نطلوا عليها راهو
لقيتها خمرت. توا باش نحط لها شويه كركم. نحنا نعملوا الكركم في الملون الغذائي كركم ونخلطها. والكركم راهو زاده بالعين حسب عينكم ميزانكم، تحبوها صفرة برشا والا تحبوها فاتحه. خلطها حسيتها ناقصه كركم باش نزيدها زيدة شيشه كركم، ونزيد نعاود نخليها تخمر شويه اخرين يعني ترتاح باش الكركم يتسيب يتطلق في وسط العجينه باش يسيب اللون بالكدا. كما شفتوا زدتها شويه كركم وباش نعاود نغطيها. وبالنسبه للزلابيه خليتها ارتاحت حكايه سواعه. شوفوها كيفاش هابطه الخيط هكايا. شفتوا وقت اللي حطيناها تخمر اول مره اول نهار تتقطع، توا كيفاش هكا تتبع بعضها يعني هابطه الخيط. ورا برشا جربوها، هبطها الوصفه العام اللي فات برشا جربوها ونجحت لهم وقالوا لي اول مره تنجح لنا زلابيه كيما هكا. كيما تشوفوا هاي عجينة الزلابية شوفوها كيفاش كل خيط تهبط. توا باش نصبها في دبوزة ونخدمها. بالنسبة لي أنا راني نستعمل الدبوزة متاع هذيك متاع غسلان الماعون كي تفرغلي. نغسلها مليح مليح ونخدم بها زلابية. بالحق ما نجمتش نخدم بالقمع وما نجمتش نخدم زاده بالبوشادوي. بهكا نحسها انظف وما تطيح ليش عجينة وكل. حسيلو خدمت في الدبوزة هذيا متاع الماعون، صبيت العجينة الكل. شوفوها كيفاش تتبع في بعضها العجينة يعني راهي ناجحة يعني تهبط كل خيط ما تتقطعش. وحطيت الزيت يسخن، حطيت كي الزيت وحطيت بحذايا زادا الشحور. حطيت الشحور وحطيت الزيت. لهنا باش نجرب طرف نصب هكا نقطة كي تكشكش وتطلع معناتها راهو الزيت سخن. لهنا عندي زيت مازال ما سخنش، اما كي تطلع معناتها راهو سخن. توا باش نبدا نعمل في الزلابيه سهله على الاخر ما فيها حتى شيء. من اسهل الوصفات هي وصفه الزلابيه، سهله وما فيها حتى شيء وراهي تجيكم ناجحه وبنينه وما فيهاش يعني ما في طعمتها طعمة زلابية يعني. هذه راي الروسيت فما شكون اللي عطاها لي يخدموا فيها في باجة. قالوا لي راي تجي هكا يرحم والدين اللي عطاها لي. حاسيلو هكا نقلب الزلابية وكتي بنحطها ديريكت في الشحور كيما شفتوا. الفيديو راهو طويل شوية على خاطر فما زوز وصفات في نفس الوقت هذاك علاش. شفتوا كي نخدم بالدبوزة نحسها اسهل. وشفتوا كيفاش العجينة تتبع هكايا تطبيع كالخيط راهي ناجحة. ونقلبها وكتي بنحطها ديريكت في الشحور. بعد ما نشحرها نحطها في الكسكاس كيما المخارق نخليها تستقطر وكهو. من بعد يعني تبدا حاضرة بعد ما تستقطر اكهو تسمى حاضرة. كيما شفتوا كي نخدم هكا بالدبوزة نحسها اسهل وفيسع فيسع وانظف يعني مفماش برشا هكا عجينة تتبزع وحالة حليلة. صرتو انا راني بالقمع ما نجمتهاش كيما قلت لكم. وراهي طعمتها زلابية يعني هذه وصفة صحيحة وتتقرمش بالحق تقعد لكم برشا تتقرمش يعني. انا قاعدة تمكنها جمعة يعني وهي تتقرمش وتقعد حتى اكثر. هكا هاو نحيها ونحطها هكا ديريكت في الشحور. الكعبة اللي نشحرها نحطها في الكسكاس. نحطها يعني تستقطر خاطر كيما قلت لكم راهي الحكايات هذيا كيما المقروض وكل تاخذ الشحور اللي حاجتها بيه ومن بعد الشحور اللي ما حاجتهاش بيه يهبط في الصحن. هكا هاو هذيا المخارق حاضره وهذيك الزلابيه. في التدوير وكل راني مانيش صنايعيه برشا. من يعني مانيش سبيسياليست. اما هيك مش خايبه المهم البنه والتقرميشه. هذه زلابية حاضرة شوفوها كيفاش جات من داخل جات معصلة بالكدا جات فارغة شوفوها كيفاش وراهي تتقرمش على الاخر. وتوا نوريكم زاد المخارق كيفاش جات من داخل هشوشة برشا. زاد المخارق انا راني ما ناكلش المخارق جملة متاع الشارع وكل اما كي نعملها في الدار تعجبني. وهذا المخارق توا باش نقص لكم وتشوفوها. ديجا شفتوا الفيديو في اول الفيديو شفتوا المقطع ياسر تجيب هشوشة تذوب بالحق تذوب في الفم وبالرغم فيها السمن وكل اما خفيفة على الاخر. كما تشوفوا المنظر
ما شاء الله جات بنينة برشا. ان شاء الله عجبتكم الوصفة متاع المخارق وزلابية، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وكان عندكم اي ملاحظات تنجموا تخلولي في التعليقات، وبسلامة.